طيب دلوقتي احنا عندنا كلاينت اسمه محمود عنده مشكله في كتفه وهو بعت لنا حتى الاشعه والتحاليل بتاعته بتقول ان هو عنده مشكله في كتفه، والدكتور كمان قال له ما تتمرنش، قال له ما ينفعش تتمرن. بص، هو اتشخص بحاجه اسمها امبنجمنت. الامبنجمنت ده عباره عن اختناق الاوتار في الكتف. بيبقى في عندنا وترين اللي بيحصل فيهم غالبا الاختناق، يا اما السوبرا سباينيتس يا اما البايسبس. هو عنده هنا في السوبرا سباينيتس اللي حصل عنده ان هو كان عنده روتيتد كاف ويكنس، وهو عمل نجلكشن للموضوع ده. اللي عرفته برده من كوتش رؤوف ان هو كان المهم عنده انه يشيل ويتس، يعني الانجلز مش مهم التكنيك، بس المهم انه يشيل ويتس علشان ده بالنسبه له هو ده اللي هيخليه يجين الفورمه اللي هو عايزها، او يزيد ماسلز، او يجيت الشيب اللي هو عايزه. الموضوع ده يعني خلى الموضوع اسوأ، او خلى الكيس اسوأ، بان الروتيتد كاف اصلا بقت يعني سليبي خالص، مش بتشتغل. خلى الوضع بتاع السكابيولا او عظمه لوح الكتف مقلوبه لقدام. ده ضغط على الاوتار، مع كمان ان في عظمه هنا اسمها الكلافيكل دي من كتر الضغط في احتكاك بينها وبين عظمه الكتف، فخنقت خالص على الوتر بتاع السوبرا سباينيتس. هو الحمد لله ما عندوش فيه قطع ولا يعني خدوش حتى بسيطه. هل ده ما يمنعش تمرينه؟ لا، مش صح. بس هي الفكره انه هيحتاج شويه تاهيل او تمارين تاهيليه يمشي عليها كروتين علشان يرجع تاني يقدر يشيل اي حاجه فوق الاوفر هيد او فوق راسه. بس هو يقدر يتمرن، وانت هتسات لي لما ندخل معاه الكل دلوقتي، هتسات لي التمارين بالظبط اللي يقدر يعملها. بالظبط، هو في تمارين هيقدر يعملها عادي بالويتس العاديه، بس هي الفكره في انجلز بالظبط يقدر يعملها. في حاجات تانية ممكن يعملها بالباند حتى لو اوفر هيد. هي الفكره في شكل الانجل اللي هو يستخدمه. حلو، ماشي. كوتش اوفا، قول لي احنا ايه نظام التمرين، احنا هنمشي معاه على ايه؟ ولا احنا طبعا هنتجنب اي تمرين يعرض الاصابه، زي اي تمارين اوفر هيد بالذات في تمارين الكتف، وتمارين الرجل اللي هي بيبقى في نفس الرينج فيها زي السكوات مثلا بالبار الحر. نفس الماسكه دي عشان الماسكه دي هنشيل كل الكلام ده. وطبعا هنشتغل على الروتيتور كاف والرومبويد برضه عشان تسبورت معاه. وهنحاول برضه نقوي من تمارين الكتف والحاجات دي برضه بالتمارين البالانس اكتر، بحيث ان هو يقدر يشد فيها شويه من غير ما نخش كود. بدايه كده احنا قعدنا اتناقشنا في المشكله اللي عندك، وخليني في البدايه كده خلي الكوتش مآسر تشرح لك بالظبط المشكله ايه، او المشكله جايه منين، وبعد كده نقول لك هنشتغل على الحاجه دي ازاي واحده واحده. ازيك يا دكتور، عامله ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟